بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وبإذن الله تعالى نفتتح هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى مع كلمة من الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى، من مشايخ الكويت، بارك الله فيه وفي عمره وفي جهوده. إن شاء الله تعالى I'd like to welcome everyone, and the opening lecture for this year's conference will be a telelink with Sheikh Dr. Khalid ibn Dahwi al-Dhafiri from the Mashayikh of Kuwait. فيتفضل مشكورا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخوتي الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لا شك أن دراسة كتب السلف التي تحدثت عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وربط الطلاب وأهل السنة بهذه الكتب، تعريفهم بأئمة السنة، مدارسة اعتقادهم، من الأمور الملحة، من الأمور الضرورية التي بها يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بأعظم الحسنات وأقرب القربات، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، الاعتقاد الصحيح الخالي من شوائب الشرك والابتداع ومعصية الله سبحانه وتعالى. فدراسة عقائد السلف كما في هذه الدورة التي تقومون بها، يمر الطالب على أكثر من 12 عقيدة ومتن لأئمة السنة: إمام أحمد، يحيى بن معين أو علي بن المديني، طبري، الأوزاعي، وغيرهم من أئمة السنة. فمن هنا تعلموا العقيدة الصحيحة، ويبدأ بأهم الأمور وأوجب الواجبات، ألا وهو توحيد الله عز وجل. ومعلوم أن دراسة التوحيد ودراسة العقيدة هو أول أمر يجب على العبد أن يعتني به، وهو الأمر الذي بدأ به الأنبياء كلهم. هذا يدل على أهمية دراسة العقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي من الأنبياء أول ما يبدأ دعوته تحقيق التوحيد والدعوة إلى المعتقد الصحيح، إلى لا إله إلا الله، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، إلى الأمر بالتوحيد والبعد عن الشرك ومظاهره كبيره وصغيره. لذلك إذا نظرنا إلى قصص الأنبياء كلهم، أول ما يقولون لأقوالهم، أول ما يقولون لأقوامهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
دراسة العقيدة الصحيحة من أهم الأمور، لأن شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم، والمعلوم في الاعتقاد هنا هو الله عز وجل وحقوقه وصفاته وأسمائه، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لذلك كان شرف هذا العلم بشرف متعلقه. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالعقيدة الصحيحة كلما كان أقرب إلى ربه. العبد كلما كان أعرف بربه وتوحيده كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من درس العقيدة الصحيحة سلم من الشرك الذي هو محبط للعمل، فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء وعددهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا دلالة على أن صحة الاعتقاد من أعظم أسباب قبول العمل. وكما تعلمون لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة، إلى الأمرين متعلق بالاعتقاد. الأول متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني متعلق بشهادة أن محمد رسول الله. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة للتوحيد. وهذا أيها الكرام بما يميز أهل السنة عن غيرهم. فإذا نظرت إلى دوراتهم ودروسهم يركزون مؤلفاتهم تجد تركيزهم على توحيد الله عز وجل، علمهم ويقينهم بأنه أهم الأمور، كما هو الحال في دورتكم. وفقنا الله وإياكم، ووفق المشايخ، ووفق طلاب العلم وطالبات العلم على أن يستفيدوا ما سطره أئمة السنة في مثل هذه الاعتقادات. وهذا ما تميز به أهل السنة. إذا قلبت نظرك في أهل البدع ومؤلفاتهم وأقوالهم ودروسهم تجد أنهم لا يركزون على التوحيد، بل يعتقدون أن التوحيد ودراسته من الأمور التي تفرق جمعهم. لماذا؟ لأن همهم هو التجميع، يجتمعون فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، كما هو الحال في دعوة الإخوان المسلمين. فلا يهم عندهم إلا التجميع، ولو كان ما كان من المعتقدات، ومن كان معهم رفعوه أعلى المستويات وجعلوه شهيدا ولو كان يطعن في الأنبياء وأخل في الاعتقاد الصحيح توحيد الله عز وجل. هكذا جماعة التبليغ لا هم لهم في توحيد الله عز وجل والدعوة إليه، قامت دعوتهم على الجهل وعلى الشرك وعلى البعد عن العلم. أما أهل السنة والجماعة فعلموا أن أعظم الحسنات لا إله إلا الله، التوحيد أعظم يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وهنا أوصيكم أيها الكرام جميعا أن لا يكون طالب العلم دراسته فقط في الدورات، إنما الدورات هي مفاتيح. فعليك حين تقرأ في مثل هذه الكتب أن تتوسع في كتب اعتقادات أهل السنة والجماعة، تقرأ العقيدة وفي شروحها،
وتقرأ في كتب أهل السنة أئمة السنة، ترجع إلى مراجعهم، توسع مداركك في أعظم باب من الأبواب، ألا وهو توحيد الله، خصوصا مع انتشار الفتن والشبهات عبر البرامج ووسائل التواصل، حتى وصل الأمر إلى الإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، بهذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، كتب الله أجرك ورفع الله قدرك يا شيخ، ما قصرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, Shaykh Khalid, Hafidhullah Ta'ala, he began with thanking Allah subhanahu wa ta'ala and asking him for his guidance and his forgiveness and mentioning Khutbatul Hajjah. Then he went on to say, Hayakum Allah, welcome all of my dear brothers, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all success, to benefit from beneficial knowledge and to act upon this knowledge. Without a doubt, studying the books of the Salaf and connecting the students to the Imams of Ahlul Sunnah and allowing them to study about the lives of the Imams of Ahlul Sunnah and studying their creeds is from the most important of affairs and very necessary. And it is from the affairs that closen the servant to his Lord subhanahu wa ta'ala. And from the greatest of good deeds and the best of affairs that draw one near to Allah subhanahu wa ta'ala is the tawheed of Allah and the correct i'tiqad, the correct creed. And to be distanced from innovating in the religion of Allah and also disobeying Him subhanahu wa ta'ala. Studying the creed of the Salaf, as you all are doing in this dawrah, the student, walillah alhamd, in the book that has been chosen for this dawrah, will be able to go over approximately the creed of 12 different Imams of the Sunnah, from the likes of Imam Ahmad ibn Hanbal and Yahya ibn Ma'in and Ali ibn al-Madini, wal-Tabari, wal-Awza'i, and others from the Imams of the Salaf. And by learning this correct aqeedah, then the student, they begin with the most important of affairs, the tawheed of Allah Azza wa Jal. And it is known that the first affair that all of the Anbiya began with was the call to the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. For indeed Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Certainly we have sent in every nation a messenger commanding the people to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to abandon and to avoid all false deities. And Allah subhanahu wa ta'ala has also said, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah has mentioned in the Quran also, and we have not sent a messenger before you, or we have not sent from the messengers before you, except that we revealed to him that there is no deity deserving of worship except Allah, so worship him. And we find that perfecting a tawheed and rectifying one's aqeedah and staying away from shirk, the major and the minor of it, that this was the call of the Anbiya. That when you look into the various stories of the prophets, that the first affair that they called their people to, U'budullah, that all of them they said, U'budullah ma lakum ilahin min ghayrih. Worship Allah alone. You do not have any deity deserving of worship besides Him. And Shaykh Khalid, he went on to mention وَشَرَفُ الْعِلْمُ مُتَعَلِّقٌ بِشَرَفِ الْمَعْلُومِ, that the nobility of a knowledge is connected to the nobility of what is being studied. And what is being studied here is Allah subhanahu wa ta'ala and His huquq, His rights, and His names and His attributes, and His tawheed al-uluhiyyah, His tawheed and His worship, to be singled out and His right to be worshipped, and His tawheed al-rububiyyah, to be singled out in His lordship, and similarly the tawheed of Allah and His beautiful names and attributes. And we find that the more the individual increases in this knowledge, then the closer he is to Allah subhanahu wa ta'ala. So the more he learns and studies his tawheed, the closer he becomes to him subhanahu wa ta'ala. And
the more he studies the Tawheed and the correct Aqidah, the farther he becomes from Ash-Shirk and from Al-Ma'asi, sins. And Allah subhanahu wa ta'ala, in a verse when mentioning a numerous amount of prophets, He ended this verse by saying, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. After mentioning these various prophets and their virtue, Allah subhanahu wa ta'ala ended the verse by saying, and if they were to have fallen into shirk, then their actions would have been null and void. And the correct aqidah is from the greatest reasons for the acceptance of one's deeds. For as we know that for every deed to be accepted, then it returns back to two pillars or to two affairs. Al-ikhlas, sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala, wal-mutaba'a, and following the example of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So in the first of these pillars, al-ikhlas, sincerity, that is connected to the statement or the shahada of la ilaha illallah, which is aqidah, of course. And the second, which is mutaba'a, following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then that is connected to the statement of the shahada of anna Muhammad Rasulullah, that Muhammad is the messenger of Allah. And also, of course, this falls into the studying of al-aqidah. And we find in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he sent Mu'adh to Yemen, and he said to him, Ya Mu'adh, O Mu'adh, indeed you are going to a people of the book. You're going to a people of the book, meaning Jews and Christians. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. So that the first of the affairs that you begin with, or the first of the affairs that you call them to, is that they single out Allah subhanahu wa ta'ala and worship, meaning the tawheed of Allah. وَمِمَّا, and the Shaykh, he mentioned from the affairs that distinguish Ahlul Sunnah from the other, from the Ahlul Bid'ah, from the people of innovation in the various parties, is their study and their emphasis of At-Tawheed, as you all are doing in this Dawrah. You find that Ahlul Sunnah, they give a great concern to the study of At-Tawheed because it is the most greatest of affairs to begin with, or the greatest of affairs, rather, to begin with. And the Shaykh, he mentioned, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give success to the mashayikh and to the tullab al-ilm that are present in this Dawrah. And he said that if you were to look at Ahlul Bid'ah, to the various groups of the people of innovation, you find that many of them often do not give a concern to the study of Tawheed, but rather you find that they claim that Tawheed separates the people. And their goal is to gather the people. And they say, نَجْتَمِعُ فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ, that they'll say, we shall gather in that which we agree upon, and we pardon one another in that which we differ upon. As you find often being mentioned by the Ikhwan al-Muslimin, the Muslim Brotherhood. So you find from them at times that they will raise an individual to the highest of levels, and they'll claim that he is a shaheed, that he is a martyr. And this individual, you may find that he has with him, that he has evil statements in regards to some of the Anbiya of Allah, the prophets of Allah, or the Sahaba, or other than that. And in referring to the various errors in Aqidah. But as the Shaykh mentioned, they will say, we gather in that which we agree upon, and we pardon one another in that which we disagree upon. And he said, if you to look at also Jama'at al-Tabligh, then you find that they skip over the study of Tawheed, and they focus upon good deeds and upon, upholding the salawat and whatnot. But the affair that we have been created for, and the most important of affairs, then you find that they skip over that. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ, but as for the people of the Sunnah, then they stress to the people that the greatest of good deeds is the statement of La ilaha illallah. So then the Shaykh, he went on to say, so I advise you all that the student of knowledge should not restrict their seeking of knowledge to conferences like this, but rather they should study and they should read and they should try their best to become familiar with the books of Ahlul Sunnah on this topic, especially being that this topic is the most important of topics, and that they try to increase what they understand of Tawheed, especially during the times like we live in now, where you find that the various doubts are being spread tremendously, especially upon social media, to the affair where you find that even atheism has become very, very widespread online. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us success and sincerity, and that He bless everyone to benefit from this Dawrah, and that He reward us for the book that was chosen to be studied in this Dawrah. And that was the end of the words of Shaykh Khalid, Jazakallah khair.
ونبه يعني a point, جزاه الله خير, the book that is being studied and during this dawrah is actually from the gathering or from the work of Sheikh Khalid al-Dhufayri, Jazahullahu khairan. May Allah bless him and reward all the mashayikh participating in this dawrah. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.